هاي، انا هدير. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو روتين طويل حبتين كده. ليه بقى؟ لان انا عامله النهارده كذا حاجه، يعني اديت لفه كده في الشقه، بس لفه محترمه بصراحه. يا جماعه الفيديو ده حلو جدا جدا وتعبت فيه قوي قوي قوي، فياريت طبعا تقدروني وتحطوا لي لايك. ولو انتي مش مشتركه في القناه واول مره تشوفيني، بتمنى طبعا ان انتي تنزلي كده تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل حاجة جديدة انا بنزلها. ويا جماعة قدروني، الفيديو ده تعبت فيه جدا، فانا عايزة الفيديو ده يكون فيه كمية لايكات كبيرة، وانا عارفة يا جماعة ان انتوا قدها. عايزة اقول لكم بقى الفيديوهات اللي جاية هتبقى فيديوهات جامدة جدا جدا جدا، لان من اول الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله باذن الله هتبقى روتين بقى في شقة اسكندرية. انا رحت شقة اسكندرية وحرفيا يا جماعة بجد، يعني انا دلوقتي بسجل الفيديو ده وانا هناك. عايزه اقول لكم انا اصلا مصدومه من المنظر. انا جيت نمت، الشقه كلها مردومه تراب. بصراحه انا لسه ما صورتش اي حاجه، بس متحمسه جدا ان انا اصور معاكم. لو انتوا كمان عايزيني بقى اصور معاكم الفيديو ده، الفيديوهات اللي جايه كلها في شقه اسكندريه، انا ما طلعتهاش ولا مره. اكتبوا لي بقى ايه تحت في الكومنتات عشان تحمسوني كده ان انا اعمل لكم طبعا فيديوهات كتير قوي هنا. عايزه اقول لكم والله العظيم بجد انا مصدومه. انا جيت لقيت كل حاجه مليانه تراب، العفش مليان تراب، الارض مليانه تراب، الحاجه كلها فبجد تراب. بقى ربنا يعيني على اللي جاي، يعني ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. والله اختي كلمتني قالت لي اجيب لك حد يساعدك. قلت لها هشوف كده، لو كده تجيبي لي حد يساعدني. بس انا في الوقت الحالي قلت عشان خاطر اصور وكده، فخليني اصور، احاول كده ايه امشيها اوضه اوضه. لو حسيت ان انا تعبت يبقى خلاص هوقف التصوير واجيب حد ينظف معايا. انا بقى ما عملتش ليه، ما بخليش ليه، ما بصورش ليه وحد بيساعدني في البيت. انا مش بحب كده بصراحة. مش بحب ان انا اقل من حد او ان انا اظهر حد معايا، يكون هو جاي عشان ينظف لي او هي جايه عشان تنظف لي او كده. فاحتراما ليها طبعا واحتراما للست اللي جايه تساعدني في البيت، ما ينفعش ان انا هي تيجي عشان خاطر تساعدني او تعمل معايا حاجه وانا اقوم مصوراها. حركه بايخه قوي بصراحه. المهم عايزه اقول لكم بقى، آم، انا بنتي إلين يوم الجمعه كده، قبلها بيوم سخنت بالليل، سخنت جدا جدا وكانت تعبانه قوي. فاديتها اللي هو الدواء سخونيه الميجافين، وبعدين نامت. قلت سخونيه عاديه، بس بصراحه كان قلبي موجود كده. حتى كنت كل شويه بقوم اقعد اطمن عليها وكده. مش عارفه ليه كنت حاسه ان انا مش مطمنه، مش حاسه ان هي سخونيه عاديه، وكنت قلقانه رغم ان السخونيه ما جاتش تاني، بس برضو كنت كل شويه بقوم اروح اطمن عليها. المهم صحينا الصبح، لقيت إيلين ايديها فيها حبوب متعبية مية. طبعا انا اول ما شفتها اتخضيت، عرفت على طول ان هي الجدري، فاخدتها ونزلت بيها على المستشفى على طول. رحت بيها المستشفى، وبعدين عرفت طبعا قال لي ان هي جدري وان هي ما ينفعش طبعا تروح المدرسة ولا كده. فاضطريت بقى ان انا خليت الدكتور يكتب لها تقرير ان هي هتغيب من اسبوعين ل3. فاخدت اخدت بقى الفترة دي اخدها اجازة. بس يعني هي بتاخد البرشام بتبقى كويس. البرشام ايه؟ الدواء. بتاخد الدواء بتاعها بتبقى تمام، يروح بس مفعول الدواء. تفضل يا عيني تعيط، ممكن ما تنامش طول الليل من كتر العياط ومن كتر ما هي بتكون تعبانة. يا حبيبة قلبي الحبوب بتتعبها جامد قوي، بالذات بقى لما تيجي هي الحبوب دي بتبقى معبية مية، فتقريبا بتفرقع وبعد كده بتعمل قشرة. فلما بتيجي بقى الحبوب دي تفرقع، يعني بتبقى بقى الحباية مفتوحة، واصلا في حبوب منها بتبقى كبيرة قوي، فبتموتها يعني وهي اصلا يعني صغيرة، يعني لين سفيفة كده. فيعني بتصعب عليا قوي والله العظيم. والله لما تصحى بقى كل شوية من عز نومها، ويعني بقى تقعد تعيط علشان خاطر بقى الوجع ده، اقعد بقى ادهن لها هو كاتب لها لوشن وكاتب لها كريم كده مع الادويه اللي هو كاتبها لها، اقعد بقى ادهن لها وكده. بس يعني في حاجات بتعملها بتعذبها خالص يا حبيبتي.
المهم بقى قالوا لي طبعا ان انا ما مخليش اخواتها يبقوا جنبها وكده، بس للاسف هما التلاتة سنهم صغير فانا مش عارفة اعزلهم عن بعض طبعا، فالتلاتة جنب بعض. جيت بقى يوم الخميس دي كده ده كده يا جماعة، صحيت يوم الجمعة نزلت على المستشفى. عايزة اقول لكم ان انا اصلا في القاهرة، انا لوحدي اصلا ماليش حد، ويعني والله العظيم نزلت الصبح بالثلاث عيال لوحدي، وبقيت عمالة ادور بقى على دكتور وكده، فكان الوضع معايا صعب قوي بصراحة، يعني كان يوميها الوضع معايا كان صعب قوي. المهم يا بنات بقى انا عماله بتكلم معاكم، والله انا مش قصدي ان انا اديكوا اي طاقه سلبيه، انا بس هو مجرد ان انا بحب ان انا اتكلم معاكم واحكي معاكم واقول لكم اخباري الجديده وكده، فحبيت ان انا برضو اعرفكم ايه اللي داير معايا. المهم المهم جت بقى بعد كده انا مش عارفه بقى افصلهم عن بعض خالص، فالدكتور قال لي اهم حاجه طيب ما يلمسوش الحبوب، ما حدش يلمس الحبوب دي لان الحبوب دي هي اللي بتكون فيها العدوى، فعلى قد ما اقدر ان انا ما بخليهمش بقى يلمسوا الحبوب دي، بس ربنا يستر بقى، قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، فالحمد لله على كل شيء. ومع انهم بيقولوا الحوامل اكتر عرضة اصلا للبتاع ده للعدوى، فبجد ربنا يستر، عشان بيقولوا كمان ان العدوى دي بيبقى فيها خطورة على الجنين، الجدري بيبقى فيه خطورة على الجنين، وانا بصراحة ما جاليش الجدري قبل كده وانا صغيرة، فربنا يستر. والله انا جايبة جلوفز، يعني جايبة جلوفزات عشان خاطر لما باجي احط لها مرهم او اللوشن او كده ابقى لابساهم، بس يعني مش عارفة بقى، هو ربنا يستر وخلاص يعني. المهم صحيت بقى يوم الخميس، ادي كده ده يا جماعه يوم الجمعه. صحيت بقى يوم الخميس، يوم السبت سوري. صحيت بقى يوم السبت، توته بتلعب جنبي عادي جدا، وقاعده بقى بتتنطط وبتلعب، وقاعدين في الليفينج بنتفرجوا على التلفزيون، في قناه نازله جديده كده حلوه قوي، بتجيب كده الكرتون اللي هو افلام ديزني. المهم قاعدين بنتفرجوا عليها، ودي بتنزل من على الكنبه، تعالي يا توته، تنزل من على الكنبه على الترابيزه، فجت تنزل من على المهم راحت نازلة على الترابيزة وهي عضة شفايفها، فشفتها سنتها عورت شفتها، طلعت من الناحية التانية، شفتها اتفتحت تحت شفتها بالظبط كده مفتوحة. اضطريت بقى ان انا انزل، بس المرة دي بقى ما نزلتش بالتلاتة، المرة دي سبت الاتنين الكبار وخدت الصغيرة نزلت جري بيها، قعدت بقى ادور على مستشفى تكون بتخيط والكلام ده كله، لحد لما الحمد لله ربنا عطرني في مستشفى ورحت مخيطاها، اخدت غرزتين تحت شفتها على طول، فيعني هو الحمد لله على كل شيء، والواحد راضي، يعني هو اللي بيحصل ده اكيد خير من عند ربنا. مش قادره اوصف لكم بقى يوم الحد صحيت ايه اللي حصل. بلاش اقول لكم احسن يا جماعه، هو يعني بما اننا اسره مع بعضينا يعني اكيد فهمتوا، انا رحت اسكندريه، يعني سبت البيت ومشيت، فيمكن اكيد عارفين بقى ايه السبب او ايه اللي حصل يعني، فبلاش اقول لكم بقى انتوا خمنوا كده مع نفسيكم. فالواحد الحمد لله كل يوم بيصحى على حاجة شكل، فالحمد لله وقدر الله ما شاء فعل، والحمد لله احنا احسن من غيرنا بكتير، انا ما بقولش غير الحمد لله، واكيد ربنا بيعمل كل حاجة خير لينا، وربنا ليه حكمة، هو كل حاجة ربنا بيعملها ليه حكمة في كده، فزي بعض الحمد لله على كل شيء، انا راضية والله يا جماعة، انا راضية عادي الحمد لله. المهم بقى خلصت بقى اوضه الاطفال، ودخلت هنا بقى على اوضه الليفينج. ايه ده يا جماعه انا فوت. معلش يا جماعه اعذروني والله، دماغي من اللي بيحصل معايا اليومين دول، دماغي مش فيا تماما يعني، وانا سبحان الله دايما اقول يا رب لا تجعل بلائي في اولادي، بس هو الحمد لله اهو كله خير من عند ربنا اللي رايد، هنعمله ايه الحمد لله. المهم مسكت الاوضه هنا في اوضه النوم، قلت بقى اغير ملايه السرير كده، بحس ان انا لما بغير الملايات بحس ان انا بجدد طاقه البيت او بجدد طاقتنا احنا وكده. اخدت بقى الملايات والحاجات دي حطيتها في الغساله على طول،
عشان تتغسل، عشان خاطر مش عارفه ليه بحس ان الملايات بالذات لما بتتحط في سبت الغسيل ان هي بحس ان الغسيل بقى كتير قوي، انما لما بغسلها كده اول باول بحس ان لا تمام يعني، فاهمين قصدي؟ بحس ان لما ببقى عايزه كمان ان انا اغير الملايه واحس ان في غسيل في سبت الغسيل، اقعد بقى اقول ايه لا انا مش هغير الملايه غير لما افضي شويه من سبت الغسيل علشان خاطر الدنيا ما تتكومش عليا، فبحس ان ده ايه اريح لي يعني. بس بحس كمان نفسيا ايه لما ثبت الغسيل بيبقى كتير قوي قوي، بحس ان انا مخنوقه ومتضايقه وقرفانه وزهقانه وكده يعني. المهم قلت بقى اكنس، هي اصلا الاوضه يعني يعتبر اللي هو الروتين اليومي الطبيعي العادي جدا، اللي هو بتظبطي السراير وتكنسي الارض بتاعت الشقه والكلام ده طبيعي في الشقه كلها، ده اللي بتعمليه كل يوم، فهو روتين ده ايه كده يعني. بس والله يا جماعه بيحمس كده وبينشط. لو وصلتي لحد هنا وما حطيتليش لايك حطيلي لايك عشان احس ان انتي ايه اتفرجتي كده لحد اخر الفيديو شويه، والفيديو عشان لسه قدامه اتاكد ان شويه. انتي لسه معايا اكتبي لي كلمه ورده في الكومنتات، وده هيبقى ايه كلمه السر ما بيني وما بينكم. فطالما كتبتي لي كلمه ورده في الكومنتات خلاص هعرف ان انتي كده اتفرجتي على نص الفيديو. هقول لكم كلمه تانية كلمه سر في اخر الفيديو عشان اعرف ساعتها مين كمل معايا الفيديو لحد الاخر، فعايزاكم كده ايه تظبطوني. المهم يا جماعه بقى ايه، ربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب. بس عايزاكم تقولوا لي اللي مر في فتره كده بمرحله بالجدري، بصوا هنا يعني اللزقه مضايقاها، فكل شويه بتشيلها وتحطها وانا كل شويه بحاول. هو الدكتور قال لي ان انا اغير لها عليها مره في اليوم، بس هي عشان بتشيلها كل شويه او مش بتشيلها يعني بتيجي تاكل بتيجي تشرب كده، فاللزق بيفك منها لان هي تحت شفتها على طول، هي تعتبر يعني في شفتها بس الحته اللي تحتيها على طول دي، تيجي تشرب تيجي تاكل يا دوبك تفتح بقها فبتقوم اللزقه فكه، فبضطر ان انا طبعا انضف لها عليها بالبتادين كل شويه. فمش عارفه برضو اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. عايزاكم برضو تقولوا لي يا جماعه لو في حد فيكم مر بتجربه ينصحني باللي عليكم يا جماعه. عايزاكم تقولوا لي، انا مش عارفه بصراحه اعمل ايه. في ناس قالوا لي لازم هدومها تتغسل لوحدها، وفي ناس كتير قالوا لي ما ينفعش ان السرير بتاع حد، هو بصراحه ما حد يعني انا على قد ما اقدر ما بخليش حد يقعد على سريرها. بس البتاع ده اسمه ايه الهدوم او كده ممكن الاقيها مطلعه لها فوطه طبعا لوحدها، دي فوطه بتاعتها لوحدها مش مخليها حد يستخدمها غيرها. بس هي ساعات تقوم مثلا تاخد شاور وتقوم حاطه هدومها مع سبت الغسيل وتنسى مع الهدوم التانية، فانا مش عارفه هل بتنتقل العدوى عن طريق برضو الملابس ولا عن طريق لمس الحبوب بس. والله يا جماعه بجد انا مش عارفه، انا اول مره في حياتي امر بتجربه زي دي، فعايزاكم بقى ايه تكتبولي تحت في الكومنتات كده وتعرفوني يعني انا مش عارفه انا صح ولا غلط. يعني انا بحاول على قد ما اقدر. قلت للدكتور اجيب كحول ارش فيه على كل حاجه في الشقه والكلام ده كله، قال لي لا ملهوش لازمه، يعني الكحول مش هيعمل اي حاجه في الجدري. فمش عارفه والله، يعني انا كنت مفكره كده، وانا جايبه بقى ايه جبت معقم مطهر كده للتويلت، وكده كده انا بصراحه قبل الجدري كنت جايباه من الاول، فكل ما هي تدخل التويلت معلماها ان هي ترش بعد ما تخلص، واخواتها واخوها قلت له قبل ما تدخل التويلت ترش، يعني قبل ما تعمل تويلت ترش الاول. فابتدوا بقى ان هما ايه يعملوا كده، بس مش عارفه برضو هل ده ممكن يحميهم شويه ولا ايه بصراحه، ايه مش عارفه يعني مش عارفه هل ده ممكن يحميهم شويه. هو طبعا الحامي هو ربنا وال اللي حامينا ربنا، واللي ربنا رايده بقى هو اللي هيكون، الحمد لله على كل شيء. المهم كانت الليفينج كان فيها بس يا دوبك الكنبه والارض الركنه وان انا اكنس الارض كده، فقلت اكنسها حسيت ان بصوا بجد حاجه مقرفه. حسيت ان بتاع ده اسمها ايه يا جماعه،
السجادة دي عايزة تتغسل. طبعا انا عمري ما هقدر اغسلها مع الحمل وكده، لان دي لما بيتحط فيها مية احيه يا جماعة. جربت قبل كده ان انا اغسلها، يا لهوي مش قادرة اوصف لكم، بيتحط فيها مية بتتقل جدا. فانا بنزلها بصراحة الدراي كلين، فمستنية حد بقى ينزلها لي. قلت هشوف حد ممكن اتصل بالدراي كلين تاخدها، بس للاسف الدراي كلين اللي انا معايا رقمها بصراحة مش حلوة. لما بنزل لها السجاد او اي حاجة بيرجعوا لي زي ما هو. بجد حاجة مقرفة جدا، يعني كأنه ما عملش اي حاجة، بجد كأنه حط فيها مية ومعطر يا ريته عدل. حتى بيحط المعطر من بره كده بعد ما بيبرمها، يقوم رشش معطر عشان يحسسني ان هو اصلا غسلها، بس بتبقى زي الزفت والله. ففي حد تاني بس بعيد شوية، فلازم حد اللي ياخد الحاجة دي لازم لازم حد ياخد السجادة ويروح يوديها. انا حاسة ان انا هصوت شوية يعني، ده لو ما كنتش مصوتة يعني وانا كاتمة الفيديو وانا كاتمة صوت الفيديو. بجد يعني حاجة متعبة. الحمد لله يا جماعة، خير خير كله خير كله خير. تفائلوا بالخير تجدوه، ادينا متفائلين بالخير يا جماعة كله خير من عند ربنا ان شاء الله، ان شاء الله خير. المهم عايزة بقى حد يوديها عشان خاطر بجد مضايقاني جدا. فانا عارفة يا جماعة طبعا صوت ولادي طالع في الفيديو، يعني مش عارفة والله هم المفروض ان هم جوه في الأوضة التانية، بس معلش بقى حقكم عليا لو الصوت عامل لكم ازعاج او مضايقكم او كده. معلش نعمله ايه، والله عمالة اقول لهم يا جماعة وطوا صوتكم يا جماعة، بس الاطفال انتوا عارفين بقى، الاطفال الصغيرة كلهم ما حدش بيعرف يتحكم فيهم يعني. الحمد لله متفائلة يا جماعة، متفائلة رغم كل اللي بيحصل في حياتي. متفائلة وبضحك وبهزر ومفيش اي حاجة، وبقول خير. انا كل حاجة بتحصل في حياتي بقول الحمد لله خير، وكله خير من عند ربنا، وخير خير خير الحمد لله. انا كده يا جماعة يعتبر خلاص خلصت كده. هبتدي بقى ان انا اقفل الستارة، وان انا ارش بقى معطر في الأوضة كلها. وبس كده يا جماعة بقى. لو انتوا وصلتوا لحد هنا اكتبولي في الكومنتات كلمة ايه، كلمة قلب، كلمة قلب، اعرف ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو لحد الاخر. حطولي بقى لايكات كتير قوي. باي باي.